تعملي ايه لو ابنك قالك ان هو زعلان علشان صحابه مش بيحبوه او مش بيلعبوا معاه؟ اول حاجه لازم تسمعيه، لازم تشجعيه يتكلم وتسمعيه باهتمام علشان تفهمي المشكله اللي بيواجهها. رقم 2 تحترمي شعوره، لازم تتعاطفي معاه وتحسسيه انك قد ايه فاهمه ان دي حاجه تضايق. 3 اساليه اسئله كتير جدا، انت ليه حاسس بكده؟ طب هم قالوا لك هم بيضايقوا منك في ايه؟ طب انت جربت تسالهم وقالوا لك لا؟ اتخانقتوا قبل كده؟ كل الاسئله دي هتخليكي تفهمي فين المشكله بالظبط، عنده ولا عند اصحابه. وهو كمان لما يجاوب على الاسئله دي هيقتنع اكتر لان هو اللي وصل للاجابات بنفسه. رقم 4 تقييم مهاراته. انت دلوقتي فهمتي فين المشكله، يبقى انت هتعرفي تقيمي لو عنده حاجه لازم تتحسن. مثلا هو عنيف بزياده، مش بيحب يشارك صحابه، بيحب يلعب ويبقى هو الكل في الكل، او حتى ممكن تكون مشكله في النظافه الشخصيه، وساعتها هتقدري تحليها. رقم 5 انتهزي الفرصه وعلميه، علميه يتعاطف مع صحابه اللي بيواجهوا تنمر، علشان كده هو كمان ما يعملش كده ابدا مع حد تاني، ويقف مع اي حد بيحس بنفس الاحساس. اخر حاجه بقى انت كمان ساعديه يتخطى الحكايه دي، تشجعيه على تكوين صداقات، تخرجوا مع بعض، تشتركي له في انشطه هم موجودين فيها فيقدروا ينموا علاقتهم وبس.